عزيزي الاهلاوي، ازيك؟ عامل ايه؟ كويس؟ يا رب تكون بخير. من يومين كده في اخبار انتشرت على المواقع بتقول لك ان الاهلي ابتدى يتفاوض مع صفقه جديده. طب الصفقه دي هتبقى فين يا جدعان؟ قالوا لك ان الصفقه دي هتبقى في خط الدفاع. لا ومش كده وبس، ده كمان بيقولوا لك ان الصفقه دي هتبقى خليفه احمد حجازي في الاهلي وفي المنتخب. طب برضه ما عرفناش مين اللاعب اللي بتتكلموا عليه ده. قالوا لك ان اللاعب ده هو عمر فايد لاعب المقاولين والمنتخب الاولمبي. ولو ما تعرفش عمر فايد فهو من اهم اللاعيبه الصاعده في الكره المصريه في الفتره الاخيره، والراجل بيلعب جنب عبد الرحمن رشدان في منتخب الشباب، والاثنين بيقدموا عظمه جنب بعض. والواضح كده ان الاهلي عايز يسيطر على الحته الدفاعيه في مصر خلال الايام الجايه، وده طبعا بسبب قله المدافعين المميزين في الدوري، بالاضافه للازمه اللي كانت موجوده في الدفاع الموسم اللي فات لما الاهلي اضطر انه يرجع عبد المنعم من فيوتشر عشان يسد الازمه دي. والكلام اللي طالع ان اداره الاهلي تواصلت مع اداره المقاولين عشان يشوفوا طلباتهم ايه في عمر فايد، بس اداره المقاولين صدمت الاهلي بطلباتهم التعجيزيه. يعني تخيل كده اما اقول لك انهم طالبين في الراجل 12 مليون وهو لسه ناشئ، يعني زيه زي اي لاعب فوق السن. هتعرف قد ايه ان طلباتهم تعجيزيه وبعيده كل البعد عن الواقع. واداره الاهلي طبعا لما لقت طلباتهم مبالغ فيها ما عجبهمش الكلام، وقالت لهم احنا مش هندفع في الراجل اكتر من 6 مليون، لان كده كده احنا عندنا مغربي وعبد الرحمن رشدان لعيبه مميزه وبيلعبوا في نفس المكان. يعني من الاخر مش واقفه على الراجل. وخلي بالك برضو من نقطه مهمه انت مش واخد بالك منها، ان عمر فايد اصلا كان من ناشئين الاهلي، واكيد لو المقاولين فكرت تبيعه في اي وقت هيبقى رغبته الاولى النادي الاهلي. عموما مش عايزين نسبق الاحداث ونشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في القصه دي. تعالى بقى نروح لجزئيه ثانيه مهمه جدا، وهي الاشاعات اللي كل يوم بتطلع على لعيبه النادي الاهلي. وبصراحه انا مش فاهم ليه في اعلاميين ما راهمش حاجه غير انهم يهاجموا الاهلي واللعيبه بتاعته، وكل ما يطلعوا في برامجهم يخلقوا لك قصص مش موجوده غير في خيالهم، لدرجه ان ما ينفعش يعدي يوم غير لما يقول لك ان الاهلي حصل فيه مشاكل وحوارات. وابسط مثال على كده تصريحات كابتن كولوسيز من يومين في البرنامج بتاعه، لما طلع وقال لك ان في مشكله كبيره بين اداره الاهلي والشناوي، وان الشناوي زعلان جدا من الاداره عشان كان عاوز يعدل العقد بتاعه، بس الاداره ما رضيتش وقالت له ان في ازمه في النادي في الوقت الحالي. بس طبعا زي ما انت عارف ان الكلام ده كله هري ومالوش اي اساس من الصحه، لان الشناوي لو كان عايز زياده في الراتب بتاعه كان كلم الاداره من بدايه الموسم. وده غير ان الشناوي اصلا بياخد اعلى عقد في لعيبه الاهلي المصريين بواقع 12 مليون في الموسم، وده طبعا بخلاف الاعلانات والبطولات. فبصراحه يا جدعان انا مش عارف الناس دي عايزه ايه من الاهلي وبيعملوا كده ليه. وبرده من ضمن الاخبار الغريبه اللي سمعتها اليومين اللي فاتوا ان كولر جاله عرض وممكن يمشي. طب ايه دنيا العروض دي يا جدعان؟ قالوا لك عروض خليجيه واوروبيه، ومن ضمن العروض دي عرض بلجيكي خيالي. طب بالنسبه لعقده مع الاهلي قالوا لك عادي، ما هو في شرط جزائي وممكن يدفعه ويخلع في يناير، وعشان كده الراجل راح سويسرا اليومين دول بحيث يتفاوض مع النادي البلجيكي. بس الاغرب بالنسبه لي في الخبر ده انهم بيقولوا لك ان السبب الرئيسي اللي مخلي كولر عايز يمشي اسباب اسريه، وان مراته بتضغط عليه عشان مش حابه القعده في مصر. ولو تفتكر دول نفس الجملتين بالظبط اللي كانوا بيتقالوا على فايلر لما كان بيدرب الاهلي. بصراحه حاجه غريبه جدا، بس اللي اقدر اقوله لك ان كل الكلام ده هبد، والراجل مكمل معانا لاخر الموسم، لان الراجل ما لحقش يجي عشان يمشي، وتقريبا لعب معانا 5 ماتشات بس. يبقى بالعقل كده عروض ايه اللي بتقولوا عليها؟ نطلع بقى من هري اعلامنا العظيم ونروح للاعب السنغالي اللي اتقال انه معروض على الاهلي اليومين اللي فاتوا، واللاعب ده هو برناند باباكار دفايه صاحب ال 20 سنه والملقب بخليفه ماني. والراجل لسه منتقل للدوري التونسي في بدايه الموسم الجديد ومقدم معاهم اداء محترم جدا، وعشان كده وكيله عرضه على الاهلي اليومين اللي فاتوا بحيث لو عايزين يتعاقدوا معاه في الانتقالات الشتويه اللي جايه. ولو بصيت على ارقامه مع النادي التونسي هتلاقيه شارك في 5 ماتشات قدر يسجل فيهم هدفين وما صنعش اي هدف. وبرضه عشان تكون عارف ان من ضمن الهدفين دول هدف من ضربه جزاء. بس الخبر الاكيد بالنسبه لي ان ده لاعب من ضمن لعيبه كتير معروض على اداره الاهلي، وطبعا كل اللعيبه دي هتتعرض على كولر وهو اللي هيحدد اذا كان محتاج حد منهم ولا لا. وبالنسبه لصفقه مارسينو فاداره الاهلي كانت مستنيه الدوري الياباني يخلص بحيث يتكلموا مع اداره نادي كواساكي ويشوفوا طلباتهم ايه عشان يستغنوا عن الراجل في الانتقالات الشتويه الجايه. بس الاهلي اتفاجئ ان مارسينو طلع ترند في اليابان بعد اخر ماتش ليه مع فريق، والناس كلها ابتدت تتكلم عليه هناك. وده غير انه بقى من اللعيبه المرشحه للحصول على لاعب الموسم في الدوري الياباني بعد ما قدر انه يسجل 12 هدف ويصنع 6 اهداف. ومش بس كده يا جماعه، ده كمان مرشح لهدف العام بعد تسجيله هدف عالمي من 30 متر. والواضح كده ان هيبقى صعب جدا ان كواساكي يستغنى عنه الايام الجايه، وحتى لو فكروا يبيعوه فاكيد هيطلبوا منك رقم كبير جدا عشان يستغنوا عنه. وده غير ان المدرب بتاعه طلع بعد خسارته الدوري الياباني وقال لك ان مفيش اي لعيب هيمشي من الفريق الفتره الجايه، وانهم محتاجين كل لاعب في الفريق عشان يرجعوا الدوري من تاني. فبصراحه انا شايف ان الاهلي هيبقى صعب جدا انه يتعاقد مع مارسينو الفتره الجايه. عموما هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه في القصه دي. وبكده كنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ما تنساش اللايك والشير واشوفكم على خير.